دكتورة حياك الله، أهلا وسهلا. جاهزة؟ أي نعم. أنت اللي تحملين المسؤولية القانونية. أكيد طبعا. تمام؟ تمام. أخواني الأعزاء، الظاهرة أمامكم مثل ما قلنا دكتورة روى استغفلها ضابط استوى متخرج صار له أشهر من شد نجمة ملازم في الداخلية، ظل يقرب راسها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن شردها من عائلتها، ومن باب أنه هو ضابط، ومن باب هو يعني حماة الوطن، الناس تحتمي بيهم والشرطة في خدمة الشعب، أمنت بيه رغم أنه هي وأحكيها قدامها السبب بها، وعذرا لهذه الكلمة لكن الدعوة للداخلية أن تحقق، لأن هذا ضابط شلون راح يحمي أعراض الناس وأمانات الناس. المهم إخوان، استغفلها وشردها على أساس يتزوجها، ضحك عليها من اكتشفت أنه العقد اللي مسويه باطل ومزور وتفاصيل أخرى، راحت اشتكت عليه، انجبر أنه يسوي عقد رسمي بالمحكمة، حاضر 10 غايب 10 ملايين، راد ينتقم من عندها. سوى أصيل، اقسم بالله أصيل وشريف، ان صحت هذه المعلومات اللي شوفتنا جزء من عندها. ظل يصور مرته وينشر بمقاطعها على منصات التليجرام، ويهددها بمقاطع اخرى هو مصورها إلها مرته، يقولها من اروح للدوام هناك اشتاق لك، فابقى اطلع بهذه المقاطع الفيديويه واتابعها. وبدأ يبتزها ويساومها وينشر بعض من تلك المقاطع. راح اشتكت عليه، صدر بحقه امر قبض وتوقف لمده 3 أشهر، وراحت تنازلت. ليش؟ لان صح صحيح مو صحيح. دكتورة تفتهم، ضحك عليها، تنازلت في سبيل انه يحلون الموضوع. من طلع ما نحل الموضوع، بدأ ايضا يساومها ويهددها ويكتب لها بالقلم العريض ايش تردين تسوين؟ تسوي والقانون وشنو يقول لك؟ أنا ضابط وادوس على القانون بالقندر. عافية. هذا صدر له مرسوم جمهوري. طامة الكبرى مو هنا ايضا، طامة الكبرى انه الدكتورة الله يحفظها ويستر عليها اكتشفت انه هذا الضابط يصور ايضا بنات اخريات، يصور محاميات وكذا، وهاي ايضا بعدين يبقى يهدد يساوم ويبتز من يروح للدوام ويشوفهن. خطية، هذا دوامه مقضي بس يتابع مقاطع فيديوية، ما فارغ يحل مشاكل الناس، حاط موبايله ويتابع مقاطع فيديوية لمرته وللنسوان الأخرى اللي يصورهن. هذا دوامه بس مقاطع. فأتمنى أن السيد وزير الداخلية أن يحقق مع هذا الضابط، لأن الدكتورة حاولت تواصل أكثر من مرة، تواصلتي مع الوزارة أو الوزير ما قدرت توصلينه؟ ما قدرت أوصله، ما حد يقبل يوصلني له. شلون يصور مرته وينشر؟ شلون يصورك وينشرك؟ ها؟ والله ما عندي جواب. شلون شردتي ورحت وياه؟ أما عندي جواب؟ لعب علي. لعب عليك أنت دكتورة؟ ما له علاقة العلم بالشيء اللي صار. زين. ما له علاقة صدقني. شنو العلاقة؟ إنه هو لعب على مشاعري، أنا بنية. زين، وعقلك؟ سيطر على كلي، على عقلي وعلى قلبي وعلى حتى تصرفاتي بالبيت. وبالتالي دمر حياتي. زين. دمر لي مستقبلي، ما خلى عندي وجه. أهلي تبروا، عشيرتي تبرت، وأنا هسه صفيت بالشوارع. هو لا زال في خدمته حتى الآن؟ أي نعم. ضابط؟ أي نعم موجود، يداوم ضابط تحقيق.
تحقيق، هذا انا خبره هذا بالتحليل المقاطع الفيديويه. هذا يحلل مقاطع فيديويه بالليل من يقعد بالدوام. شلون كان يصورك؟ انت بعلمك؟ اكو اشياء بعلمي واكو اشياء لا بدون علمي. زين، اللي بعلمك شو يقول لك؟ يعني شنو الغايه من عندها؟ يعني كان يقول لي انه انا من اشتاقش بالدوام اشوفهم. زين، انا زوجت اني مأمنه لي. والمحاميات والنساء الاخرى شنو ذني؟ ذني يعني شلون افهمك يعني انه ذني انا فتحت تليفونه وشفت اللي شفته من عندهم. شفت اللي شفته انه هم مصورهم، هم بنات مصورهم، هم موجودات بتليفونه. وبعض المقاطع يعني هم طالعه وهم السربه، ما اعرف يعني من عنده او من غيره، ما ادري. بس يعني هو اكيد يعني هن المقاطع ماكو يعني. انت مقاطعك اللي نشرا تم اثبات انه نشرا من عنده؟ اي طبعا. زين، بالامن الوطني؟ طبعا. ليش نازلتي؟ والله يا استاذ انه صار اكو يعني خلينا نقول شلون الصلح وتراضي انه بالموضوع، انه صار اكو اتفاق. ومن بعد الاتفاق انه اول ما طلع خلف، اول ما تنازلت خلف. يعني قام يتصرف تصرفات بعد يعني أسوأ من قبلها، أسوأ من قبلها. يعني اللي قبلها اللي صارت والسجن اللي صار عليه كان مثل الهباء المنثور. زين، دعوة للسيد وزير الداخلية مع الوزير المحترم. أنا على يقين تام أنه أنت ما تقبل بهذه التصرفات الغير أخلاقية. هذا ملازم يا معودين، هذا ملازم. بعد الحيمي حاط لنجيمة ومصور بنات العالم ويقعد بالدوام وتفاصيل أخرى. هذا إذا الله وفقه صار ملازم أول، لو نقيب، لو رائد، لو مقدم، لو عقيد، لو عميد، لو لواء، هذا شو يسوي؟ زين، هاكو دعاوى ناس يمه، دعاوى نساء تجي يمه. هاي شلون مثلا هم يقول لها صوري لي روحك حتى من نقرأ الدعوة، خاف انسى شكلك واشتاق لك، اباوع للمقطع الفيديوي. زين، مع الوزير ارجوك مع الوزير حققوا وخلصوا المؤسسة العسكرية من هذه النماذج. وانت يا ما خلصت المؤسسة من نماذج طايح حظها. حققوا مع هذا الضابط ودز على هذه البنية، هذه اول وتالي عراقية واخطأت، واليوم ماكو واحد معصوم من الخطأ. اخطأت التصرف، فدز عليها، دز على الضابط، والدعاوى موجودة بجهاز الامن الوطني. هذا لا يصلح انه يخدم بتواليتات وزارة الداخلية، مو مراكز الشرطة، تواليتات ما خلي. وارجع واقول كل هذه المعلومات هي من تتحمل مسؤوليتها قانونيا. وشوفتني جزء من هذه المقاطع الفيديوية اللي هو مصورها، خزي مو بس المقاطع، حتى شهرته خزي، اقسم بالله العظيم خزي. فهذا يمثل وزارة الداخلية، ووجوده بهذه الوزارة إساءة لهذه الوزارة اللي أنطت تضحيات ودماء. فاللي أتمناه من عندك مع الوزير أن تحقق وتنصفون هذه الدكتورة. وأنا بعد هم أوصيك من بعد هذه التجربة أيضا خلي واحد يضحك عليك، شوفي لك بعد ملازم أول، نقيب، يعني شوي ترقي، صعدي درجة، مو بس ملازم. شوفي لك غير مهنة، عوف الداخلية، شوفي لك مهندس، طبيب وياك. هذا انت ساكته، من اللي يحكي؟ شو جاوبك؟ يعني شنو اللي يحكي ما اعرف. ليش؟ احكي، وانت اللي وصلتي نفسك لهالمرحله. استاذ انا انضحك علي. زين، انا اعرف بنفسي غلطانه. تمام. انا انضحك علي. زين، انا ضحيه حالي حال اي بنيه. انه يعني ترى البنات انه مشاعرهن وقلبهن ترى يرتبط برجال، وبالذات هو كمكانته بالداخليه وقدام العالم هيبه. اي طبعا. مو قصه انه يعني كونه كضابط انه انا حبيته، لا، انه هو يعني هو كبشر انه استدرجني عقليا. والله لو شوفكم هذا البشر وشهرته، اقسم بالله العظيم. هاي هسه سويته هو ولا عنه، لو تشوفون شهرته.
حق الرد مكفول للجميع، وهي من تتحمل المسؤولية القانونية. وعلى يقين تام بأن السيد وزير الداخلية لن يقبل وجود هكذا نماذج تسيء لهذه الوزارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.